النهارده جايه اكلمكم عن موضوع اتسالت عليه كتير. يا دكتور انتي دايما بتكلمينا عن السمنه. طيب احنا رفيعين عايزين نتخن وعملنا كل حاجه عشان نتخن ومش عارفين نتخن. طيب انا هكلمكم النهارده عن النحافه وازاي نقدر نعالجها في 3 شهور ل6 شهور بالكتير. الجسم هو يعني جهاز عظيم جدا بيتكيف على اي حاجه انت بتعملها معاه. النحافه مش جينات، يعني هي مش وراثة أصلا كمان. أصل أنا مامتي رفيعة فأنا رفيع، أصل أنا بابايا رفيع فأنا رفيع، لأ. النحافة مش وراثة ومش جينات. النحافة بيكون ليها أسباب مرضية، يا إما بتبقى يعني طبيعة في الجسم من وهو صغير، هو الغدد الدهنية عنده قليلة وصغيرة. طيب لو جينا نتكلم عن الأسباب المرضية للنحافة، انا لما يجيلي مريض وحاولت معاه انه يتخن بالاكل ومفيش فايده، طيب ما احنا نجرب التحاليل الاول وبعدين نشوف في موضوع الاكل. يعني لقيت الحرق عنده عالي قوي، طيب نشوف الغده الدرقيه. لو الغده الدرقيه عنده عاليه جسمه هيبقى عامل زي فرن الطياره بالظبط، يعني اي حاجه هتديها له هيحرقها في منت مفيش. تمام. تاني حاجة أبص على الكبد. الغدة الدرقية بتطلع هرمون اسمه التي 4. التي 4 ده بيتحول لتي 3. التي 3 ده لو الكبد مش سليم مش هيعرف يحوله للتي 3. فبرضو ده بيحصل لو الكبد فيه مشكلة. لازم نشوف الغدة الدرقية، لازم نشوف الكبد، لازم نشوف الكلية لازم تبقى سليمة. لو الكلية مش سليمة برضو هيحصل عندنا نحافة. طيب الحاجات دي كلها يا دكتور حلوة وانا مظبوط وتمام، طيب امشي بقى على النظام الرياضي والغذائي اللي المفروض ان انا اعمله. انا عايزاكم تزيدوا عضلات مش دهون. لازم طبيعة اكلك تبقى فيها نشويات ودهون، والنشويات تكون صحيه علشان الجسم ما يخزنش دهون وبص الاقي نفسي طلع لي جناب وكرش واندم جدا ان انا زدت في الوزن. لا، انا عايزاكم تزيدوا عضلات. العضلات هتخلي شكل الجسم منسق، هتخلي الانثى شكلها انثوي جميل. الراجل هيبقى عنده عضلات ترايسبس وفورسبس وكتاف وبطن يعني عضلات ما يبقاش شكله مكرش ومش قادر وتعبان بعد كده ويرجع طبعا يندم ان انا ايه اللي عملته في نفسي ده، طب كان بالنسبه لي احسن لي بقى وانا رفيع. طيب ايه هي الدهون اللي هاخدها مع النشويات وتكون صحيه وتزودني العضلات دي مش الدهون؟ طيب الدهون انا عندي السمنه، الزبده البلدي، المكسرات، الافوكادو، السلمون، الطحينه، السمسم، الاسماك الدهنيه، زبده الفول السوداني، زيت جوز الهند، الكاجو، كل المكسرات. طيب ايه هي النشويات وتكون صحية؟ برضو عندك البطاطا، الرز، البطاطس، الفواكه كلها معاكي. ويا ريت لو انت تعمليها عصير. الفاكهة لما بتتعمل عصير بتاخدي كمية قليلة منها توصلك سعرات حرارية عالية في كمية عصير صغيرة قد كده. يعني انت ما بتاكلي الفاكهة بتاكليها بالألياف فبتملى معدتك بكميات قليلة. لا، انت لو عملتيها عصير وشيلتي الألياف هتحصلي على السعرات الحرارية بتاعتك من كمية عصير قليلة. تقدري تزودي ال 500 سعر حراري اللي انت عايزه تزوديهم على سعراتك علشان تزيدي في الوزن بسهوله. طبعا ده على عكس الحاجه اللي بنعملها مع الناس اللي عايزين يخسوا. تمام. عندك الاجبان كامله الدسم كلها. يا جماعة موضوع النحافة موضوع سهل جدا وهيتحل معاكم من 3 ل6 شهور. هتقدروا تزيدوا من 5 ل10 كيلو. اوعدكم لو مشيتوا على النظام ده. السر فيه ان انا اخد الدهون مع النشويات، الدهون مع النشويات. ولازم اعمل عضلات، يعني لازم انزل الجيم واعمل كارديو، العب حديد. هتلاقي نفسك اعصابك بقت قوية واحسن لما تبدأ تتمرن في الجيم ببطء. يعني انا ما اروحش اعمل انا عندي مثلا 10 عدات 1 2 3، لا،
انا هتمرن ببطء، ادي فرصه للعضله تكبر بالراحه، كل حاجه بالراحه يعني بتحصل، وبتبقى بهدوء وبتبقى افضل. آه، لازم اتعرض، لازم طبعا فيتامين دي مهم جدا، الشمس، اتعرض للشمس. لازم اخد فيتامين سي مهم جدا للرياضيين، وبيقلل الاسترس في الجسم. انا محتاجه ان انا ازود الدهون البنيه في الجسم، علشان الدهون البنيه هي الدهون المفيده، لكن الدهون البيضاء دي دهون غير مفيدة اطلاقا للجسم. طبعا في فرق كبير جدا بين الدهون البنية والدهون البيضاء. انا عايزاكم حتى لو انتوا عندكم نحافة تزيدوا دهون بنية، تخلي الخلايا الدهنية، انت بتقاوم في حاجة هي مقفولة بقالها سنين طويلة، فانت بتزق فيها، فمعلش الجسم هيقاوم معاك، بس استمر وببطء وبهدوء، ومع الوجبات دي هتلاقي الجسم بيزيد واحدة واحدة عن الميزان. تابعوني بالميزان كل يوم، انا اول دكتوره اتابع على الميزان كل يوم مع المرضى، والمرضى مبسوطين جدا من المتابعه اليوميه، لان محدش بيتابع بالشكل دوت بالدقه دي. ما بسيبش الحالات في اي مشكله بتحصل معاها، في الاكل، في الشرب، في الرياضه، في اي حاجه بتابعهم في كل التفاصيل الصغيره. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم في موضوع النحافه، وان شاء الله باذن الله ناس كتير هتستفيد من الفيديو دوت. تابعوني على القناه واعملوا سبسكرايب، والموضوع الجديد اتمنى يكون من اختياركم، وانا هتكلم فيه باستفاضه وهفيدكم باذن الله. طبعا رمضان كريم، واحنا هنفطر على تمرايه، وبعد كده هنصلي المغرب، وندي فرصه للمعده ان هي تبدا تهضم الاكل بالراحه، ونديها فرصه ان هي تحس بالشبع من غير ما ناكل كميات اكل كبيره تزودنا دهون بيضاء ملهاش اي لازمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.